اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. طيب خلينا نتكلم شويه على مباراه فاينل كاس مصر التي تجمع الاهلي وبيراميدز يوم الاثنين المقبل باذن الله. السؤال: جنسيه الحكم؟ الاجابه مصري. حلو كده. السؤال: في فار ولا ما فيش؟ الاجابه رئيس اتحاد الكوره قال ان شاء الله هيكون في فار. مصدر مسؤول في لجنه الحكام قال حتى هذه اللحظه ما عنديش اي تعليمات بالفار. خلي بالك النهارده الجمعه والماتش يوم الاثنين، بس ما فيش مشكله، الاجهزه موجوده والحكام موجودين. هل هيتم حل مشكله ال 30 40 مليون جنيه؟ لان في قول 30 وفي قول 40 مليون جنيه قبل، او لا هيتم توقيع اتفاق قبل، لانه سياده الوزير قعد مع الناس وحصل اتفاق وقالوا خلاص الفار راجع. النهارده المباريات كانت من غير فار، امبارح المباريات كانت من غير فار، بكره في مباراتين في الدوري، المصري مع حرس الحدود واسوان مع سيراميكا. حكام مباراه بكره محمد بسوني هيحكم مباراه ومحمود عاشور هيحكم مباراه. ف مفيش فار بكره، كمان مفيش فار. منذ جلسه السيد الوزير مع الافاضل الرابطه مع الافاضل الاتحاد والاعلان عن انهاء الازمه، لم تنتهي الازمه حتى هذه اللحظه. ماذا اعلن رئيس الاتحاد؟ اعلن انه بيسعوا جاهدين ان المباراه تكون بالفار. ده رئيس اتحاد الكوره. لكن مصدر هام في لجنه الحكام قال لك لحد دلوقتي لحد اللحظه دي لا، ما عندناش اي تعليمات بالفار، وبالتالي التعيينات مباريات اليوم في الدوري العام بدون فار. فانا مش هفتح صدري واقول لك انها بفار، انا اتوقع انها بفار، ده توقعي يعني، لكن ما اقدرش افتح صدري واقول لك انها بفار، ما ينفعش. طيب خلينا نتكلم على تذكرتي والجهد الكبير جدا اللي بذلوه. اول حاجه بس يا جماعه خلينا نقول حاجه مهمه جدا. مباراه الاهلي والهلال السوداني اتعملت بفول كاباستي الاستاد، يعني كامل العدد. كانت مباراه مهمه جدا وكان مطلوب تواجد الجمهور، وكلنا شكرنا الامن وشكرنا كل الجهات، الف مليون شكر. هذه التجربه لما نجحت فخلوا المباراه المحليه نهائي الكاس تبقى 20,000 متفرج، وده تقدم رائع جيد جدا، حاجه ممتازه ان انت بتزيد ل 20,000. نجح التجربه بتاعت ال 20,000، انا بقول لك اللي بعديها هتبقى 30,000، واللي بعديها تزيد لحد ما تصل قبل نهايه الدوري العام او قبل نهايه الموسم الى انه خلاص اتفضلوا انتوا ناس ملتزمه ما فيش منكم مشاكل خلاص. فبرضه في ناس سعيده جدا لهذا القرار، وفي ناس يقول لك لا 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 ازاي 20,000؟ ماشي يعني، ما هو انت بتتحرك وبتتحرك للامام. طيب التوزيعه بتاعتها عامله ازاي؟ شركه تذكره الحياه النظام نظام حلو زي الفل، قالت لك ان 95% من التذاكر الخاصه بجماهير النادي الاهلي في مباراته امام بيراميدز خلصت. هي حتى شروط ان حضرتك تدفع، يعني لانه كانت الناس تدخل تحجز وبعدين ما تدفعش فيضيع الحجز وما الناس ما تروحش. كمان في اطار كده من الشفافيه وعشان شركه تذكره تتطور وعشان تعمل افضل اليات حجز التذاكر، عملوا حاجه اسمها غرفه الانتظار الافتراضيه في عمليه حجز التذاكر. الهدف من تطبيق غرف الانتظار الافتراضيه ايه؟ هو ان يبقى في مبدا تكافؤ فرص في حجز التذاكر لكل مشجع، من خلال بقى تعرف عدد المشجعين على الموقع لحجز التذاكر الخاصه بمباراه فريقهم المفضل، المده الزمنيه التقريبيه المتبقيه امامهم عشان يبداوا عمليه الحجز، بدل ما يدخل ويخرج ويدخل. لا يا حبيبي، انت حجزت قدامك ساعه ما اشتريتش، مع السلامه خلاص. فهي دخلت دلوقتي التجربه دي هيتم تطبيقها بشكل فعلي في كل المباريات اللي جايه. يعني ما ينفعش حضرتك تدخل وتحجز وبعدين ما تروحش، لا خلاص انت قدامك ساعه ما دفعتش، كل سنه وانت طيب، خلصت الحدوته، خلصت الحكايه في هذا الامر. تذاكر الاهلي خلصت، ده اكيد 10,000 تذكره قبل ما ادخل كانوا بيقولوا 95%، انا بعتقد لو راجعوا تذكره دلوقتي يقول لك 100% من تذاكر الاهلي خلصت. في كلام اتقال، قالوا انه لو تذاكر بيراميدز ما اتباعتش هيبيعوها للنادي لجمهور النادي الاهلي، ده كلام بيتقال. سيبك بقى من كلام انه هيجي جمهور مش عارف منين ويجي جمهور منين، اللي معاه الفان اي دي ويشتري التذكره ومتسجل انه مشجع للاهلي او متسجل انه مشجع لبيراميدز خلاص هيخش يعني. بس احنا طبعا نفسنا ان ال 20,000 يكونوا موجودين في الاستاد. بيراميدز قادر انه يجيب جمهور، يبقى شيء جميل. لما نشوف 20,000 متفرج يبقى شيء جميل. اكيد في حل واكيد في صرفه للجماهير انها
تبقى موجودة في هذا اللقاء. كل ما نتمناه ان الكل يكون عنده التزام، لان انت لما حضرتك ابليت بلاء حسنا في مباراة الاهلي والهلال، وعايز بس اقول رسالة للجميع، جماهير الاهلي وجماهير مصر اللي كانت في هذا اللقاء كانت رائعة، لم يخرج احد على النص، والحاجات العادية الخفيفة اللي بتحصل دي يعني خناقة اللعيبة مع بعض، الاتنين بقى اتخانقوا مع بعض ودي شغلانة ودي قصة، والفرقتين اتخانقوا وعملوا مشكلة يعني. فما حدش يزايد على جمهور مصر خالص. وانا الحقيقة يعني ايه مش عايز اتكلم في هذا الامر، لانه امر ايه بيضايقني، وانا جالي تليفونات كتيرة جدا من اخواتنا الاشقاء، يعني ما بين يعني اعتذار وما بين يعني ناس عندهم عتاب وما بين، لكن هم عارفين القصة كلها من اولها لاخرها من البداية للنهاية. وتلاحظوا ان انا ما جيتش ناحية هذا الامر ومش هاجي ناحيته يعني، لكنه جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر اللي كانت موجودة كان لها دور عظيم ودور كبير جدا في انتصار النادي الاهلي وصعوده الى الدور ربع النهائي، وانه يلاعب الرجاء في الدور ربع النهائي باذن الله، وكل الامنيات